اهلا بيكم في تصميم النهارده واللي هيكون عن اعاده اسنان. اول حاجه هنبدا معانا بمقاس 2000 في 2000 في ريزوليوشن 250. ندخل بعد كده على الصوره اللي احنا عاوزينها ونسحبها ونظبط الابعاد بتاعتها. هنيجي بعد كده نجيب شكل السن ديت مثلا معانا وهنظبط الشادو بتاعها. نحاول ان احنا نخلي الشادو كله في اتجاه واحد عشان يبقى التصميم كله ماشي مع بعضه. طبعا بالبرش وبنعمل نقطه وبعد كده ندخل على الترانسفورم نظبطها وندخل على الورب تول ونعدل فيها بحيث انها تبقى معانا بالشكل ده كانها مثلا رجل الكرسي او كده. يعني نجمع التلاتة في لاير واحد وبعد كده نخفل بس شوية. هندخل برضو على البرش وبعد كده نعمل شكل دايرة ونظبطها بحيث انها تكون الشادو بتاع الكرسي يعني. نيجي بعد كده نسحب تاني حاجه معانا اللي هو شكل الشاشه دي. هنحاول ان احنا نظبط المنظور بتاعها مع المنظور بتاع السنه اللي قاعده على الكرسي بحيث ان هما الاتنين يبقوا في منظور واحد كأن يعني اللي بيلعب بلاي ستيشن نبدا نسحب الشادو اللي معانا بتاع الكرسي نظبطه مع الترابيزه عشان يبقى زي ما احنا قلنا يبقى كله مع بعض في اتجاه واحد. والشاشه اللي كانت معانا تحسها منوره شويه دخلنا على الليفل كده كنترول ال ظبطنا الليفل بتاعها بحيث ان هي تبقى اللون بتاعها ماشي مع لون التصميم يبقى فيه تناغم ما بينهم كده وبين بعض. دخلنا على البرش الخفيفه وخدنا درجة لمية كده سنة باللون الزهري وعملنا لها لينير وقللنا الوباست بتاعها بحيث انها تبقى الشاشة متظبطة مع التصميم يعني كأنها راكبة معايا. برضو تركية تانية سريعة ان احنا خدنا نسخة من شكل الشاشة دي نزلناها تحت شوية وخلينا اللون بتاعها اسود ودخلنا على البلند اوبشن وظبطناها يعني بحيث انها تكون شادو خفيف. جبنا بعد كده علبة البيتزا الفاضية دي ودخلنا على الليفل برضو وقللنا الاضاءة بتاعتها شوية. جبنا كمان شكل بيتزا تانية بس علبة بيتزا تانية بس جواها بيتزا ظبطنا بعضهم مع بعض وهنعمل لها ماسك وهنعكس الماسك بحيث ان احنا نظهر شكل البيتزا بس. هنلغي كده الحاجات دي الزيادة اللي احنا مش عاوزينها معانا يا دوبك بس هنظهر شكل البيتزا كأنها جوه في العلبة ديت يعني. دي تركاية برضو مننا يعني ليكم. عملناها سمارت اوبجكت وبعد كده خدنا نسخة منها تانية ضمنا الاتنين على بعض وظبطناهم مع بعضهم بحيث ان هو كأنه اكل خرطتين مثلا وساب خرطة وكده يعني. غمقنا اللون شوية بحيث ان اللي يمشوا مع بعضهم. خدنا طبقة بسيطة منهم وعملنا لها كولر اوفرلاي مثلا وقللنا الوسط بتاعها شوية عشان يبقى الشادو خفيف ليها كده يعني. بالنسبه للعلبه اللي بره ديت عاوزين برضو نعمل لها شادو. هندخل بالبين تول ونقص الشكل اللي احنا عاوزينه ده اللي هيتعمل الشادو بتاع الشكل مثلا وظبطنا الشادو بالطريقه اللي تعجبنا في نفس المنظور برضو بتاع الشادو القديم عشان يبقى كله ماشي مع بعض كده يعني. نيجي بعد كده نسحب شكل الكنز اللي معانا ديت عشان يبان ان الاوضه فيها فوضى وان هو مش مهتم بنظافه الاوضه. طبعا هنعمل لها شادو عشان ما تحسش انها طايره في الجو كده. هنجيب شكل الدبان ونبدأ نوزعه حوالين التصميم يعني على الكاب بتاعه مثلا او على العلبة بتاعة البيتزا او على البيتزا نفسها يعني عشان يدي طبيعة تصميم في بهرجة كده او في مثلا فوضى كدابة يعني زي ما بيقولوا. كمان معانا كام شكل لكنز بس مش ظاهر عليهم اللوجو بتاعهم يعني. هنبدأ ناخد اول كنز اللي هي الحمرا دي مثلا وهنظبطها ونرميها تحت الكرسي برضو نفس الكلام. هنعمل لها شادو بسيط وهنروق عليها الكلام يعني.
نفس الحركة عملناها تاني، بس هناخد الكنزاية الزرقاء. عملناها ازاي؟ حددنا التصميم اللي معانا وحددنا الشكل اللي معانا. خدنا ازاي طيب على السريع. دخلنا على السلكت وحددنا الاشكال اللي معانا، عملنا ماسك وخدنا من الماسك دون الجزء اللي هو فيه الكنز الزرقاء دي، وعملنا لها سمارت اوبجكت وبس كده بقت هي الواحده. هنعمل لها برده شادو بسيط زي اخواتها عشان نبقى ايه كله طبعا له شادو يعني وكده. هنبدا نمسك بالبرش الزرقاء نعمل لاير جديده ونخليها فوق السنه ديت، ونبدا بالبرش الزرقاء ان احنا نمشي على الحف بتاعتها بحيث انها تدينا درجه نفس درجه الزرقان اللي في باقي التصميم يعني، وكله ماشي مع بعض. غير ان احنا كمان عملنا نقطه او عملنا بالبرش نقطه زرقاء كده كبرناها بحيث ان هي تدينا انطباع ان التصميم كل واحد يعني. هندخل بعد كده على التابل اللي معانا اللي هو مكتوب فيه نسيانك ليها هيندمك عليها. ناخد منه كام طبقه كده، واحده هنعملها مثلا لون تاني، واحده هنعملها لون تالت، بحيث ان هو يدينا كتقسيمه او كشغل اللي هو 3D في التصميم يعني. بعد ما خلصت التصميم وحفظته جه في دماغي فكره، رحت فتحت البرنامج تاني، قمت جايب الصوره دي وقمت مظبط ابعادها يعني معانا، وغيرت اللون بتاع الجدار اللي ورا دوت بحيث يمشي مع لون التصميم اللي كان معايا. مثلا قعدت اجرب لحد ما وصلت للدرجه دي، الدرجه الفاتحه ديت مثلا. وبعد كده دخلت بالبين تول قصيت شكل اللحاف دون بحيث ان انا هجيب شكل سنه راقده مثلا على السرير، وان هي بتفتكر لما كانت بتلعب يعني بلاي ستيشن وكده وهي عيانه يعني. فخدنا طبقه من اللحاف دون بقى معانا نسخه فوق ونسخه تحت، وهنجيب شكل السنه التعبانه ديت وهندخلها في النص ما بين السرير واللحاف. عملنا ماسك للجزء الابيض اللي احنا مش عاوزينه وصغرناها وهندخلها ما بين الاتنين بالظبط كده يعني. نبدا مثلا ان احنا نعمل لها دروب شادو، او ان احنا نعمل دبليكيت لللاير دي، وبحيث ان احنا نديها سنه شادو غامقه كده كأن هي راقده على المخده يعني وكده يعني. نفس الكلام برضه هدخل على اللحافه هنديله زي طبقه شادو كده خفيفه بحيث ان هو يبقى ماشي مع التصميم يعني. هنجيب بعد كده الشكل اللي هو كأن حد بيفكر كده او حد بيفتكر حاجه، وهنقصه طبعا من بتاع الباك جراوند اللي معاه دي، وهنشيل الكلام النقطه البيضاء ديت كده عشان يبقى التصميم نضيف معانا. هنرجع تاني على الشكل اللي كان معانا، نبدا ان احنا نظبط الالوان الاخيره بتاعته. ندخل مثلا على السلكتيف كلر ونظبط الالوان، وبعد كده ناخد نسخه من كله عن طريق ان احنا نتك الت كنترول شيفت كده اداني نسخه من التصميم اللي معانا. هندخل بعد كده على فلتر كاميرا رو فلتر، نظبط الوان التصميم اللي هي النهائيه اللي معانا لحد ما توصل معانا بالشكل اللي قدامنا الجميل دون، ونتك اوكي، ونقوم واخدين التصميم اللي معانا دوت نبعته على التصميم القديم اللي احنا شغالين عليه. هنصغر المقاس بحيث ان هو يبقى داخل معانا في شكل اللي هو السحابه ديت او شكل اللي هو بتاع التفكير دون. حددنا الشكل بتاع السحابه دون، وبعد كده دخلنا بالاستيك على الشكل اللي فوق، وبدانا ان احنا نمسح منه الحاجه اللي احنا مش عاوزينها. انا جه في دماغي ان انا اشيل الكلمه دي واحطها بره، لان كده الكلمه ديت اما اجي هقص كده مش هتيجي معايا مش واضحه، هتيجي معايا مش واضحه يعني. فابدا ان انا هقص وهرجع ادخل على التصميم تاني من الاول واشيل الكلمه دي، واقوم حاطط التصميم من غير الكلمه يعني. انا دخلت هنا مسحت الكلمه اللي انا مش عاوزها، خدت التصميم وهم صغروا بس ودوبك ان انا هعمل كليبنج ماسك على التصميم الاولاني وكده خلاص شكرا، الموضوع تم بسلام يعني. وبكده يكون خلص فيديو النهارده. يا ريت تعمل لايك تقديرا منك لينا على الفيديو، تشير الفيديو كمان علشان غيرك يستفيد منه، ولو حابب تشوف فيديوهات اكتر ممكن تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد معانا. وما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت هتعجبك صدقني. تابع معنا كمان الجديد اول باول. كان معكم اخوكم محمد الشرويدي. يلا السلام يا اصدقائي.